ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه عملت كده كوبايه النسكافيه بتاعتي علشان اروق بيها على نفسي. و كده رحت شربت كده كوبايه النسكافيه. الكلام ده كان في الصبح يا بنات. و مرضتش افطر ولا اي حاجه، بس شربتها هي بس علشان افوق وكده. وبعد كده دخلت كده على الشغل الجامد بجد. النهارده كده هنعمل اكل حلو وسهل وسريع وكمان اقتصادي وموفر. والمتوفر عندك في كل بيت. عندي كده شويه كده من البصل وشويه كده من البطاطس وشويه كده من الطماطم. دول الاكل، يعني احنا هنحتاج دول في الاكل. اول حاجه كده جبت البصل بتاعي وبدات كده اقشره. بس هقشره الاول، بعد كده هركنه واروح اغسله، وهتتابعوا معايا في الفيديو هنشوف هنعمل ايه يعني وكده. النهارده يعني احنا هنعمل الني في ني. طبعا كلكم عارفينه، دي اكله من زمان السنين. مش من النهارده وامبارح يعني، وكلنا نعرفها. و كل ست بتعملها يعني في البيت وكده. بس النهارده احنا هنغير فيها شويه او هنضيف عليها. مش هنغير، احنا هنضيف آه يعني كام بهار كده هيغيروا طعمها بجد ويودوه في حتة تانية خالص. كملوا معايا الفيديو وتعالوا نشوف كده احنا هنعمل ايه. طبعا البصل بتاعك قطعيه التقطيع اللي تعجبك وتريحك. عايز تقطعيه حلقات قطعيه، عايز تقطعيه دواير قطعيه، يعني بصي براحتك. وهكذا البطاطس برضو عايز تقطعها مكعبات عادي، حلقات دواير عادي، حاجات يعني بصي صوابع براحتك برضو. بس فانا جبت كده البطاطس بتاعتي وبدات برضو اقشرها. انا مش هستخدم مره البطايه الكبيره دي، كمان مش هاخدها كلها، انا دوب هاخد نصها وهكمل نصها هقليه في الزيت بس. فقشرت كده البطاطس وظبطت الرخامه بتاعتي وجبت البهارات بتاعتي ورصيتها علشان كده ابتدي اعمل كده الاكل كده على نظافه وكده. بحب جدا ان انا افرش الفوطه لما تكون الرخامه مبلوله علشان ما اخدش الحاجه واحطها على النار بتتحرق من تحت وبتبقى صعبه تنظيفها. فخدي بالك يعني وكده. طبعا احنا هنستخدم برضو نفس الطقم اللي احنا استخدمناه المره اللي فاتت. دي تقريبا اصغر صينيه فيهم. بجد يا بنات حلو جدا، ولو شفتيه في اي مكان بجد هاتيه ما يعني بصي انا جربته. زي ما قلت لكم ان هو عيبه الوحيد بس هو انه خفيف، لكن الاكل ما بيلزقش فيه نهائيا نهائيا نهائيا. وجميل جدا. بس فبدأت كده اقطع كده حلقات كده من الطماطم. انا هستخدم البهارات بتاعتي. مش هستخدم بهارات كتير، هم يدوب كمون وكزبرة و... وفلفل اسود وهتضيفي رشة كده من القرفة. بجد يا بنات جربي 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 انك انت تضيفي القرفة على الني في ني، بجد بتودي طعمه في حتة تانية. كمان لو عندك مرقة حطيها دوبيها في شوية مية وبيحطيهم في الاخر وكده. بس انا ما حطيتش مرقة، يعني استكفيت بالبهارات والحاجات اللي انا استخدمتها معاكم يعني وكده. زي ما انتم شايفين انا هقطع كل حاجة حلقات، يعني حلقات دواير. ما ينفعش نقطع حلقات دواير ونقطع مكعبات وكده، لا كل حاجة تبقى نفس التقطيعة علشان تاخد نفس السوا. دايما بنحط كده طماطم من تحت علشان لو الاكل هيشبك ما يشبكش، يعني بصي دايما وابدا تحط الطماطم من تحت، بعد كده بنحط بصل، بعد كده بنحط البطاطس، بعد كده بنحط الطماطم. تقدري تزودي عدد الطبقات لو هتعملي كمية كبيرة، لكن انا هعمل صينية صغيرة، يعني كمان الكاميرا مش مبينة، دي صينية صغيرة جدا. يعني بصي على قدي وعلى قدي جوزي، مش هعمل كتير بس. وبحط بين كل طبقة وطبقة البهارات بتاعتي زي ما قلت لكم، اللي هو الكمون والكزبرة والفلفل الاسود ورشه القرفه والملح. طبعا لازم تظبطي الملح بتاعك من الاول، لان الحاجات دي آه، مش هينفع انك انت تزودي ملح بعدين، يا اما لازم حتى لو يعني باظت منك وحسيتيها انها بقيت الملح بتاعها مش كويس، حطي ملح عادي وقلبيهم. نعم الشكل هيبوظ والدوائر والحلقات وكده، بس لكن مش مهم، اهم حاجه طبعا تبقى ملحها مظبوط. طبعا في طبقة البطاطس زودي الملح شوية علشان
البطاطس بتشرب الملح وكده. وحطيت كده رشة كده من الشطة الحمراء والفلفل الأسود والملح زي ما قلت لكم، والقرفة والكزبرة والكمون. دي البهارات بتاعتي. ورشيت كده، حطيت كده البطاطس، واخر حاجة هحطها هي الطماطم من فوق. بعد كده هولع عليها الفرن. سوري، هحطها على البوتاجاز تغلي. لو عايزة تدخليها الفرن دخليها، بس انا بصراحة يعني تاخد لون يعني وكده، انا ما دخلتهاش وكده. استكفيت بس بان انا ادخلها يعني اغطيها كده على بغطا على النار وكده يعني. بس فقطعت كده الطماطم وهرصها وهرش نفس البهارات. بعد كده هاخدها واحطها على البوتاجاز وغطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واهم حاجة على وش الصينية يعني ان احنا نحط رشة كده من زيت، بتخلي الخضار بتاعك بيلمع وحلو جدا. انا حطيت رشة في الاول في قاع الصينية، ورشة كده من فوق، بس محطيتش غير دول بس. وتعالى بعد كده سبتهم كده يغلوا جنبي. وجبت كده حلة عندي. نزلت فيها بشوية زيت، وجبت شوية كده من الشعرية. بجد يا بنات، انا بحب جدا الرز بالشعرية، وخاصة لو هعمل ني في ني لازم بعمل جنبه رز. بحبه جدا جدا ان انا اكل الرز بالشعرية. سوري، الني في ني بالرز بس. فحطيت كده الرز وبدأت يعني حطيت الشعرية وبدأت اقلبها يعني لحد ما آه تاخد لون وكده وتحمر. وحطيت عليها شوية ملح علشان الملح بيخلي لون التحمير كله لون واحد، يعني الشعرية تبقى كلها لون واحد، الرز يبقى كله لون واحد. فخدي بالك من يعني الحركة دي. وكمان لما تيجي برضو تضيفي الرز حطي شوية، يعني لو انت هتحطي ملعقة ملح، قسمي الملعقة على 2، نصها في الشعرية ونصها في الرز. كمان يعني انا هرجع وكده وهحط. وبعد كده هغلي له ميه عادي من الكتل. ويعني وهسقي الرز بتاعي. مش هحط ميه كتير، يعني يا دوب على قد السوا بتاعه بس. ولو احتجت لي ابقى اغلي ميه يعني واحطها وكده. اهم حاجه الرز مادام غلى زي كده وهدي النار جدا وغطيها وكده بس. فبعد كده برضو الرز كان يستوى والني في ني جنبي كان يستوى برضو. بعد كده قطعت بقية البطاطس اللي فضلت، دي كانت نص بطاطساية يعني وكده. قطعتها بس. فغطيت الحلة، بحب اغطيها علشان المطبخ بتاعي صغير، فعشان ما يعملش دهون وكده. وانا كنت عملت كده سلطة، وده الفول الاخضر، وقليت بطاطس وبتنجان. وده كان الاكل بتاعنا.